من اليوم الذي يخشع في الصلاة؟ جامع يصلي فيه 1000 و2000، حرم يصلي فيه 1,000,000. كم عدد الذين خشعوا في صلاتهم؟ كم عدد الذين استحضروا أنهم يقفون أمام الله؟ مع الأسف لا تجتمع أفكار الدنيا كلها إلا في الصلاة. لا يبقى شيء من أمورنا إلا ونذكره في الصلاة، ولا نتذكر أننا في صلاة إلا إذا قلنا السلام عليكم ورحمة الله. تتسلط علينا الأفكار، ويتسلط علينا الشيطان، وتتسلط علينا الهموم والغموم، وننسى أننا في شغل. الصلاة شغل، هي قطعة من الآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: يصلي الرجل لا يكتب له من صلاته إلا ربعها، إلا خمسها، إلا سدسها، إلا عشرها. ومنهم من تلف له الصلاة وتقول له: ضيعك الله كما ضيعتني. تريد أن الصلاة تقبل وتكون لك سبب للفلاح؟ اخشع فيها، أقبل، أعطيها حقها في ركوعها، في قيامها. من أسباب الخشوع أن تؤدي الصلاة كما أمر الله. أقيموا الصلاة. إقامة الصلاة تعني أن تعطي الركن حقها، أن تعطي الواجبات حقها. دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فرح الرجل وقد رأى رسول الله جالس، فأراد أن يسلم عليه، فصلى تحية المسجد وأتى مسرعا يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. فتفاجأ أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: ارجع صلي فإنك لم تصلي. الرجل صلى لكنها ليست صلاة. أسرع فيها، عاد الرجل وصلى ركعتين، فأتى يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ارجع صلي فإنك لم تصلي 3 مرات، وهو يؤدي نفس الصلاة. حتى قال الرجل: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. علمني يا رسول الله. قال: إذا قمت إلى صلاتك فاعتدل قائما، إلى أن قال: فاطمئن واقفا، فاطمئن راكعا، فاطمئن ساجدا. الاطمئنان الذي يعتبره العلماء ركنا من أركان الصلاة، هذا افتقد اليوم بالسرعة التي يؤديها الناس. إذا أدى الإنسان الصلاة بهدوء واستحضر أنه سيودع، خشع في صلاته. من يريدون التوفيق في هذه الحياة، من يريدون أن تفتح لهم أبواب السماء، من يريدون التوفيق والسعادة، من يريدون أن يستجيب الله دعاءهم لشفاء مريض أو رجوع غائب أو دفع هم أو غم، أحسنوا الصلاة فتفتح لكم المغاليق. أحسنوا الصلاة. إذا قمت إلى صلاتك فصل صلاة مودع. وصية جامعة.